طبعًا هي كل سنة إحنا بنشوف أخطاء، يعني ما فيش بطولة بتتعمل بدون أخطاء، بنشوف إيه الأخطاء اللي موجودة بنحاول نصلحها ونبقى أحسن، رغم إن إحنا واخدين جايزة أفضل تنظيم على مستوى العالم للسنة اللي فاتت، إنما برضه بنحسن من نفسنا كمان وكمان. أهم حاجة كانت السنة دي هي توفير كل الإمكانيات المتاحة بالذات في الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا اللي إحنا بنمر بيها إحنا والعالم كله، عشان ما يحصلش دروب لمستوى لاعبينا عشان يقدروا ينافسوا في التأهل إن شاء الله لأولمبياد باريس 2024. طبعا أنا بشكر شركة فود ماجيك والقائمين عليها، الفكرة كانت فكرة رائعة خلاص، إن إحنا إزاي مع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي جاية نضمن إن ما يحصلش دروب في مستوى التغذية بتاع لاعبتنا الأبطال، بالذات ال10 اللي بيتنافسوا عندنا على الوصول لأولمبياد باريس، وده قدرنا نوفره مع القائمين على شركة فود ماجيك بان احنا نوفر الوجبات الكامله ليهم، فطار غدا عشاء بالسناكس كمان ما بين التمارين، بالشغل اللي تم ما بين الشركه وما بين القائمين عندنا على الجزء بتاع النيوتريشن التغذيه والسبلمنتس، كله قعد مع بعضه، حطينا الخطه الكامله، حطينا خطط فيري سبيسيفيك لكل لاعب ولاعيبه، وان شاء الله تبقى بدايه موفقه وتبقى قصه نجاح ان شاء الله عشان تكرر بقى ان شاء الله مع باقي الالعاب، العاب غير الخماسي وابطالنا الاخرين باذن الله. والله احنا السنه دي بالاضافه ان احنا رعاه ل10 لاعبين بنورد لهم الهيلثي فود بتاعهم، لان احنا في نفس الوقت احنا الكيترينج او الفود بروفايدر الاساسي للبطوله لكل الاداريين واللاعبين اللي جايين من وفود الدول المختلفه المشاركه في البطوله. الهدف الاساسي بتاعنا واللي احنا بنامل ان شاء الله ان احنا نساعد الاتحاد الخماسي عليه، ان احنا نكون سبب ولو بسيط في تحقيق احد اللعيبه ال10 اللي احنا بنتولى رعايتهم من الناحيه الغذائيه لميداليه ان شاء الله في اولمبياد باريس. الهدف بتاعنا ان احنا بس ان شاء الله نحقق التركيز الاول مع الاتحاد الخماسي لحد اولمبياد باريس، وبعد كده ان شاء الله تتطلع لاكثر من اتحاد لعبه فرديه او جماعيه ان شاء الله. والله انا شايف ان التعاون ده انا مستبشر بيه خير، هيبقى بدايه جديده ان نبتدي نغير الشكل العام للرياضيين في التفكير. النهارده عندنا 2 نيوتريشنست، حد من الاتحاد الخماسي وحد من الشركه بيتعاونوا مع بعض عشان يعرفوا طبيعه اللعبه، يعرفوا طبيعه التغذيه اللي اللعيبه محتاجينها فعلا. النهارده فود ماجيك مقدمه شكل جديد او حاجه جديده، اعتقد ان هي ان شاء الله هتنجح وهتتعمم على بقيه الاتحادات. فكره الهيلثي فود اللي هيبقى بشكل عام متوزع بحسابات، معمول حسابها كل تفصيله، معمول حسابها من اول الفطار لحد العشاء لحد السناكس اللي في النص. الشكل ده ما كناش شغالين بيه، كان في ناس بتتكلم عنه وفي ناس بتحاول تطبقه، لكن ان تيجي شركه توفره بالكامل ل10 لعيبه كمان بالاعداد دي ثقه كبيره من الشركه اللي في الاتحاد بتاعنا، وانا واثق ان احنا هنوصل مع الفود ماجيك وما بين الشركه والاتحاد لاحسن شكل ممكن والافيد حاجه ممكنه للولاد وللرياضه المصريه بشكل عام يعني.